مرحبا مرة أخرى مشاهدينا الكرام، أكيد مستمرين وياكم. وفي هذه الفقرة راح تكون عندي ضيفة كلش لطيفة اللي هي ممثلة الصوت. فراح نتكلم عن التمثيل الصوتي، شنو هو التمثيل الصوتي ومن هي الممثلة الصوتي، وأيضا راح نتكلم عن المجال، يعني شلون إذا أنا أحب أكون ممثلة صوت شلون أقدر أنه أدخل هذا المجال. وهم عندها وايد فيديوهات حلوة على السوشيال ميديا، هي كلش اكتف على السوشيال ميديا، فنتحدث أكثر عن أعمالها. وهي هسه بالاستوديو ضيفتنا ست نرجس مصطفى ممثلة الصوت. صباح الخير. صباح الورد. هلا وحبيبي. هلا بيك. هلا قلبي. الله يسلمك، تسلمين النور نورك قلبي، تسلمين حياتي. طبعا محضرين لك فيديو عن أعمالك، فخلي نشوفه ويا المشاهدين، فتفضلوا. طلع صغيروني عليك. ايش بيدي عليك وانت ابو كرش؟ ايش هالكشخه يابا؟ يلا غدا، تعالوا كلوا. كل واحد دوده. كل واحد دوده. ماماني تعالي، وين تنازمين مني؟ ايش اليوم الا اكلك. يا صارت عاصفة، طاروا جهالي. طبوا جوا، طبوا لي البيت. اوقفوا خل احسبكم. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. اوقفوا خل اجيب الحاسبة. 2 في 4 يساوي 8، وهذول 7. يباي واحد ضايع. وينك وليدي؟ يا اكلك انا علمك. هاي انت هنا؟ دبش لا كسر راسك، امشي البيت. خوش عشا اليوم، كتاكيت عالتمن. طب جوا اشو؟ وين كنت؟ والله ماما شلون توتيف الطويلة والسمينة، وين كنت فتوحة وما خفت برد؟ نام ماما ضد البرد. اشو تمشي قدامي؟ فوت جوا الفراش وما تتحرك منه لحد ما اجيب الدكتور. يا مولدي حبيبي. السماعة دمرتني. يلا رامز امشي عاد. والله جد ركباتي قامت توجعني. لا ظل تلغي. تعبت والله. لا حتى صدق والله محصورة ترى جدو. لك قبل شوية سألتك عندك شي قلت لي لا. اي صدق ما كنت محصورة ذاك الساعة. بعد شكو. بعد ما اقدر امشي جدو، خلنا اوقف. اسمع زين، اذا ما مشيت النمور حتاكلك ترى. اصلا ما كنا نمر بامريكا الجنوبية. كلاواتك. يا الله ترى دوختني والله. امشي فضني روح ورا شجرة. شكرا جدو. هسه اجي. خلي ازرع. اديتيك الكبرى قامين كرع الطبلة، جبت لي موجودي بحته. فاطمة حتقعد تغني. جدو جبت لي موجودي بحته. صوتك مزعج. مثل ما شفتوا مشاهدينا الكرام، يعني كل الأصوات والشخصيات كلها يعني صوت ست نرجس. احكي لنا عن يعني شغلك وعن مجالك وعن التمثيل الصوتي بشكل عام. بداية هو فشي كلش ممتع. لما تسوين شيء انت حابته بالتالي انت راح تبدعين به، فبالنسبة لي كان كلش قريب لقلبي واكتشفته عن طريق الصدفة بصراحة. بس كلش حبيته وكلش مرتاحة به الحمد لله. الحمد لله. يعني كل الشخصيات صوتك مو؟ بالضبط، كل الشخصيات صوتي الحمد لله. يعني شلون تسوين التدريبات؟ لو قبلها شلون يعني تدخلين الشخصية؟ لأن يعني كل شخصية وغير صوتها ونبرة الصوت وهي. صح. بصراحة أنا أقرأ النص، أنا أكتب النص تحديدا باللهجة البغدادية، خلينا نقول حتى تكون تستقطب كل المدن. أكتب النص وأجي جملة واحد، يعني مثلا دب عنده مثلا جملتين أقولها بصوت واحد، وبعدين أقول الأصوات الباقية واحد. هو صح فشي متعب بداية، بس لا هسه زلاطة صارت يعني الموضوع كلش الحمد لله. خبرة هسه أكيد الحمد لله والشكر. يعني بسيطة. يعني تحبين يعني تأدية الأصوات الفصحى لو باللهجة العراقية بغدادية؟
هي أمانة الفصحى كانت كلش حلوة وياي، بس يعني شلون أفهمك، كون مجتمعنا شوية بدا يميل اللهجة العراقية أكثر، أو بالأحرى أني ملت لها أكثر، لأنه أني شلون أحكي بالبيت احكي بالكرتون بالدبلجه، صحيح. فصارت اللهجه كلش عفويه فحبوها الناس. ولا انا بالنسبه لي اللغه العربيه يعني فشي كلش احبه امانه، كلش احبه، بس الشارع العراقي حب اللهجه العراقيه فاستمرت على اللهجه العراقيه بعد خلص مثل ما تريد الناس. اكيد. مثل ما نشوف يعني كلش اكتف على السوشيال ميديا والمواقع التواصل الاجتماعي، يعني عندك متابعين هو ما شاء الله، ان شاء الله تتطورين اكثر. شكرا حبيبي تسلمي. بس يعني خلينا نعرف يعني من وين متابعينك، يعني بس من العراق لو من الدول الاخرى همين؟ لا أنا يجي من الخليج. كون انه الخليج يحبون اللهجه العراقيه، اخر فتره صارت النقله كلش قويه باللهجه العراقيه تحديدا بالاغاني صارت. فصارت اللهجه العراقيه كلش قريبه للقلب، فيجوني من الخليج. انا عندي متابعين من الخليج هوايه بصراحه، هذا الشيء كلش يسعدني لانه أكيد بالنسبه لي يعني داعي على اسمي، فهذا الشيء يفرحني اكيد الحمد أكيد. لله. ومن العراق اكيد من كل المحافظات موجودين. اكيد. انت يعني كركوك تعيشين لو محافظه ثانيه؟ لا هنا أنا أنشر. أصلا سعيدة أنه صار اللقاء هنا، كون هذا أول لقاء بمدينتي أني، هذا شيء كلش يسعدني بصراحة، وشكرا لكم على هاي الالتفاتة الجميلة. يعني هنا بكركوك يعني أكو مشكلة بس أعاني منها، الباعة المتجولين مسوي لي أزمة بحيث من أجي أسجل لازم أسد كل بيبان البيت حتى أخذ راحتي بالتسجيل. هي بس هاي المشكلة، بس كتسجيل لا هنا بكركوك، وكنت ساكنة بدولة ثانية فالحمد لله هيك تطور الموضوع وياي. يعني عندك استوديو صغير بالبيت لو شنو الأدوات اللي تستخدمينها؟ معدات هي لابتوب، مايك، هيدفون، يعني معدات تقريبا كامله تقريبا. بس كل بيت كان عندي استوديو، مع الاسف استوديو تركيا كان متطور اكثر بهوايه، بس هنا هم يعني جيت ما قدرت اعوف الموضوع، هم كونت لي استوديو على قد هيك صغيرون شكنم وسويت الحمد لله والشكر وصار، ودا استمر بالموضوع الحمد لله. اهم شيء مستمره. اهم شيء الحمد لله. عندك زملاء بكركوك يعني يحبون هذا المجال؟ بهذا المجال مع الاسف جدا جدا قليل، يعني مو بس بكركوك حتى بالعراق جدا قليلين بهذا المجال. بالنسبه للبنات لو بشكل عام هي تدري شو المشكله؟ من يشوفوا بالعراقي عبالهم تحشيش، بمجرد ما ينفتح مايك يعني عادي يسجلون يعني كذا، بس الموضوع يراد له دراسه، تعرفين هو كل شيء بالحياه يراد له خبره وتعليم وكذا استمراريه. فمع الاسف الخبرات قليله عندنا. أنا عن نفسي أقول إنه أنا بعدني بالوسط، بعدني لا محترفة. وأنا راح أقول لك أنت افتحي يعني دورات وهيك حتى الناس. والله ما أدري. يعني ما شاء الله يعني عندك قدرات، يعني شكرا حبيبي شكرا، إنك تساعدين الناس اللي يحبون هذا المجال. والله يا ريت يعني بصراحة أتمنى، بالعكس هذا بالتالي فشي راح يفرحني أنا، على الأقل يكون عندي تيم يشتغل وياي بالشيء اللي دا أسويه أنا، بما أنه أفتقر للأصوات الموجودة بالدبلجة العراقية. صحيح. شنو الفرق بين التمثيل الصوتي والدوبلاج؟ الفرق بمرونة أكثر. الدوبلاج تسولفين سوالف، بس التعليق الصوتي غالبا يكون بنوع من الرسمية. فالدوبلاج تاخذين راحتك بيه أكثر، يعني كأنما تسولفين غالبا، يعني مو دائما، يعني مو لهالدرجة سوالف يعني، بس يكون بيه مرونة أكثر، يعني تسولفين براحتك بالدبلجة. شنو أصعب شيء بهذا المجال؟ يعني خاصة إنه واجهت إنه ماكو أصوات. أنا والله جد يعني أعاني من مشكلة فعلا والله. يعني شوفي هو أكو ممثلين صوتيين ما أقدر أتجاوزهم كلش غلط. عندنا أصوات، بس المشكلة اللهجة ما تجي صح. ثانيا المرونة ما عندهم بالكلام، بالتالي هذا الشيء ما راح يصب بمصلحتي، لأنه أنا يعني أحاول بشتى الطرق. تعرفين 3 سنين بهذا المجال أنت يعني على يعني بشكل يومي تسجلين، فبالتالي عفوا بالتالي صارت عندك خبرة حلوة. صحيح. وصار عندك مرونه بالصوت اكثر. فلما يجيك احد مبتدئ انت راح تواجهين مو بس صعوبه، حتواجهين انه رفض، لا عافيه، يعني ما اريد شخص يكون جاهز مثلي، بس سبحان الله ماكو. الله كريم. الله كريم ان شاء الله. ما شاء الله صوتك كلش يعني واضح. يعني عندك تدريبات لو يعني هم تدريبات للتنفس وهيك؟ بالنسبه للتنفس عن طريق الاستمراريه. بالبدايه كان نفسي قليل ما اقدر. حاليا دا عالجه بموضوع السباحه.
بالسباحه يساعد جدا جدا، يخلي نفسك طويل، على اعتبار انه انت لازم تحبسين نفس حتى تدخلين جوا المي، فهذا الشيء كلش يقاوم الموضوع. بالتالي يفيدني بالجيم همينه، يفيد انه انت نفسك ينتظم اكثر خلال المشي، خلال هوايه رياضات ينتظم النفس. بس بالبدايه فعلا كنت مثلا جمله طويله بالنص ما اقدر يخلص نفسي، لازم اجر نفس قوي بعدين ارجع اكمل مره ثانيه. بس هسه لا، الوضع يعني كلش تمام الحمد لله. حتى بمساله الاعلانات هوايه النفس احسن. الحمد لله. يعني مرات حتى لو يعني نفسك طويل بس تتعبين، هم تتعبين من يكون عندك يعني هواية تمثيل صوتي؟ يبدي لا مو بالتمثيل، اي بالتمثيل، بالتعليق الصوتي. بالتعليق الصوتي كثرة الإعادة على السكريبت اللي تقولي، النص اللي تقولي، يبدي خلص نفسك يخلص، فاني اضطر يعني اتدرب عليه واعوف ربع ساعه يرجع نفسي طبيعي، القلب يدق طبيعي، ارجع مره ثانيه اسجل، يكون الوضع كلش تمام. شنو اجمل شيء بهاي المجال؟ انه انت ماخذه راحتك بالحكي وما حد يشوفك. هذا اكثر شيء لا في البيت وهي ابدا، وبكفوشتي وما حد يشوفني. هذا احلى شيء. والشيء الحلو الثاني انه اني من سويت البيج واشتغلت على الموضوع ما كنت متوقعه انه اني راح اواجه هالكم من المسؤوليه وحب الناس. بصراحه ما كنت متوقعه هالقد قبول راح يكون عندي عند الناس، وما كنت متوقعه هالقد تشجيع راح يكون من الناس، بحيث قاموا يدزوا لي مقاطع سوينا هذا سوينا هذا. فهذا الشيء بحد ذاته يخليني بيني وبين نفسي اكون فخوره انه انا اسوي شيء جدا فريد. يعني المشكله بالعراق يعني صحيح ماكو عندك يعني اهتمامات اخرى لو بس هاي المجال؟ لا بس دوبلاج، تعليق صوتي وتمثيل صوتي. يعني نقدر نقول كل تركيزك هسه عليها على الدوبلاج، على الدوبلاج والتمثيل الصوتي بشكل عام. كل التمثيل التعليق الصوتي كليته لعبتي يعني. خلينا نقول ملعبي. شنو خطواتك القادمة؟ أمانة كلش حابة أنه أدخل مجال أنه أني أمثل ويا ممثلين عراقيين. يعني أحاول أسحب أسماء كبيرة أنه تشتغل وياي، أو يعني بصراحة ضايفيني ويحبون شغلي وكلش مشجعيني على الموضوع. بس تعرفين الإنسان ينشغل ما عندهم وقت، يعني مو مثلنا يكون عندهم أوقات فراغ، أو حتى إذا صار عندهم أوقات فراغ عندهم التزامات ثانية. صحيح. فأنا حابة أنه أدخل هذا المجال بحيث أدخل وياي، أو أنا يشرفني أنه يكون وياي اسم ممثل عراقي كبير. طبعاً أكيد هذا فشي يشرفني، فشي ينضاف إلي. بس حلو إنه تدخل الدبلجة مرة ثانية، يعني على اعتبار هسه مصر يدخلون أسماء كبار، أصلا ما يختارون ناس عاديين، كلهم أسماء ممثلين كبار يدخلون العمل، هم يضيفون للعمل، هم ينضاف لهم إنه شركة ديزني هم اشتغلوا بها. صحيح. بالتالي هو الدبلجة فد شيء فن مثل التمثيل، بس بالعراق ما موجود، فلذلك أنا أتمنى إنه يرجع مرة ثانية. بصراحة كلش حابة، فبالتالي يعني يا رب إن شاء الله فد يوم فد ممثل يقبل ونشتغل بإذن الله. إن شاء الله. أكو ممثلة ببالك؟ أكو ممثلين اثنين جدا حابة وواعديني، بس المشكلة ما يصير عندهم وقت مع الأسف. أحمد وحيد وأياد الطائي. كلش يعني شجعوني أمانة، حبيت كلش حبيت بس ماكو وقت، ماكو. ان شاء الله تشتغلين وياهم بالمستقبل. ان شاء الله بإذن انا اشوف مستقبلك مشرق ان شاء الله، لان كلش تحبين مجالك وشغلك وهواي تهتمين بيه وتتطورين من نفسك، وهاي يعني اهم شيء. صح، لازم كلش ضروري انه الانسان يعني مو اني صوتي حلو خلص هذا واني تمام والناس حابتني وهذا هو، لا. لما تشتغلين على نفسك، من ترجعين للفيديوهات القديمه حتكتشفين انه انت ايش قد متغيره، ايش قد ما تطور عندك الموضوع، وايش قد انت تعبانه على نفسك. من يجي لذلك انا اقول لك ما اتقبل فكره انه احد مبتدئ بعد يشتغل وياي، لانه انا اشوف انه انا تعبت على نفسي. صحيح. موضوع متطور وياي، فمو مال يجي واحد تو لازم مايك ويقول لي مرحبا عيني خلينا نشتغل سويه. لا ابوي الموضوع يحتاج تطور نفسك وتتدرب. فلذلك والله صحيح. بما انه عندك تجربه، شنو نصائح اللي تنطيها للناس اللي يعني مبتدئين مثل ما قلتي؟ هواي تدربوا على الموضوع وهواي اخذوا الموضوع بجديه. الموضوع لا هو فيديوهات تحشيشيه، اول وتالي هذا فن، مو يعني مو تحشيش. لانه احنا يعني شايفه فتره من الفترات صارت عندنا دبلجه بس هي تحشيش،
تكون مضحكه، فيديوهات مضحكه. أنا لما بديت أصعد الناس تقول لي أحششي على فلان شيء، حبيبي أنا دا أشتغل شغل طبيعي، يعني أنا ما لي علاقة بالتحشيش. فأتمنى أن الموضوع ياخذوه بجدية، لأنه الدبلجة هي فشي جدي، فشي جاد. إلا اللهم إذا كان مثلا فد نكتة تنقال، فد طرفة تنقال أثناء النص، إي صح هذا يكون ممكن تحشيش باللهجة العراقية، بس كفكرة لا، هي مو تحشيشية أبدا، هي فكرة جدية. فأنا أتمنى أنه ياخذون الموضوع بجدية، ثانيا يطورون من نفسهم أو يتدربون على الموضوع. تمام. شنو الأفلام أو الشخصيات اللي تحبين تأدين الصوت مالتهم، التمثيل الصوتي؟ أي شخصية تشبهني، بها صياح، بها فرط حركة، بها هاي شخصيتك يعني؟ هاي شخصيتي أنا، فكلش يعني أميل إلها. أي شخصية تكون، إحنا عندنا باللهجة العراقية نقول خبلة، أي شخصية خبلة أنا كلش ألجأ لها بصراحة، كلش أحب إنه أسويها. بالديزني عندنا هاي الشخصيات هو كلش هو فيكون بها صياح، تكون أكتف، بها حركة، أنا كلش أحب يعني ألجأ لها رأسا إنه أسويها، ما عندي مشكلة. صحيح. شنو التعليقات اللي يجيك؟ أكو انتقادات؟ ماكو نقد بناء إحنا ما عندنا بالسوشيال ميديا، كنا الاثنين نعرف. مع الأسف النقد يكون لا والله ماكو نقد بناء بصراحة، ماكو نقد بناء، بس كتعليقات إيجابية كلش تفرح، كلش تفرح. وهذا الشيء اللي مخليني استمر أمانة، يعني فد شيء لطيف يجيك من الناس. أنا أكو شغلة كلش أحبها بالناس اللي خارج العراق، أحافظ على النص إنهم أول شيء ما يخدش الحياة، ثانيا ما بي ألفاظ خارجة أبدا، يكون كأنما أنت قاعدة بالبيت تسمعين أحد يسولف وياك، فشي جدا مهذب ومحترم. بالتالي لما كسبت ناس، كسبت عوائل تقول لي إحنا نعوف التليفون بيد ابننا يسمع براحته، وإحنا ضامنين إنه ماكو أي شيء غلط بالكرتون. هذا الشيء ما تتخيلين إيش قد فرحني وإيش قد حببني بالشيء اللي دا أسويه، خلاني كلش فخورة بنفسي إنه أنا دا أسوي شيء صح، والناس واثقة. تعرفين إحنا حاليا بوقت كلش صعب إنه تسلمين بيد أحد التليفون أو طفل تأمنين لهالدرجة، بس إنه يقولوا لك هيك كلام لا رهيب يعني كلش فشي يعني مريح. مرات ما يعرفون الكلام الإيجابي والتعليق الإيجابي ايش قد يأثر يعني على فعلا الشخص. فعلا كلش يأثر. يعني مرات يمكن يكون سبب إنه أنت تستمرين. صح. احيانا انت تكونين خلص بعد ما بيك حيل تكملين، يجيك مسج صغير يخليك تقومين تشغلين مايك وتبدين وتبلشين حياتك كلها من جديد. فكلش فعلا التعليقات الايجابيه كلش فشي لها دور كبير انه تستمرين. مرات يقولون يعني لازم يكون صوتك مميز، لو صوتك يكون مختلف حتى انه تدخلين هذا المجال، هل هذا صحيح؟ لا، يعني المشكلة أنه التمثيل الصوتي أكو شخصيات، ما أدري إذا منتبه أنت تبع ديزني. أكيد شوفين أوكي، أكو شخصيات مثلا وحش أو ضخم يخلون صوته خشن. صحيح. أكو شخصيات هي اللي يعني تختار الصوت. يعني هسه مثلا إحنا من شفنا بالبداية صوت الشرير، أنا أسوي صوت رجال، بس صوت رجال شوي يكون هم مضحك هم خشن، لأنه هو أول شيء شرير، هو مو إنسان جاي دا يسوي خير ودا يريد ياكل الكتكوت مسكين، فلازم يكون صوته شراني شوية، ما يكون هيك شيء. بس بالنسبة للأصوات إذا كانت لازم تكون مختلفة خاصة بالتمثيل الصوتي، لا ماكو هيك شيء، ممكن صوتك أنت تسوين شخصية كلش طبيعي. بالعكس يعني أنت بهدوءك، أنا دا أشوفك إنسانة هادئة، بهدوءك أنت ممكن تختارين فد شخصية تكون مثلا بيل مال حسناء والوحش، شخصية كلش هاد أو لطيفة ورقيقة، يعني هو الصوت هو اللي يروح للشخصية، تفهمين علي؟ صحيح. الشخصية هي تختار الصوت، فبالتالي ماكو صوت معين يختار التمثيل الصوتي بشكل عام. صحيح. وهواي أشوف هم يعني الممثل أو الممثلة اللي يختاروها للتمثيل الصوتي هو يشبه كشكل الشخصية اللي بالكرتون أو يعني الفيلم. صح، اكو هوايه تصير، بس غالبا تكون دا يحاولوا فيلم واقعي. يعني مثلا سندريلا اكثر من مره سووا نسخ، هوليوود سووا نسخ هوايه كبشر طبيعيين كفيلم حقيقي. العفو، يجيبون ممثلين يشبهون الكاركتر مالته، او صار المكياج يلعب لعب هسه يعني صحيح. المكياج يسوي كل شيء، بس هم اوريدي جايبين الاساس يشبه الشخصيه. بس كممثل دا تشتغل على شو اسمه غالبا مو دائما، بس يكون اهم شيء الصوت، لانه تعرفين الاجانب واصلين مرحله من الفن والابداع، فيجيبون الصوت اهم شيء، اهم من الشكل. أكيد. بس بالتمثيل لا يختلف الموضوع. بالكنترول دا يسالوني اذا يعني تستخدمين التكنولوجيا
حتى تغيرين صوتك لو أنت تغيرين صوتك؟ اصلا هذا ضد مبادئ التعليق الصوتي او التمثيل الصوتي. ما يصير اني استخدم اي شيء ولا اي وسيله، لازم اني اللي ابتكر. اصلا اني بالبدايه كنت استخدم بس صوتي، بعدين اكتشفت انه انا عندي خامات ثانيه. لما ضاقت بي الدنيا وملكت احد يمثل وياي، اضطريت انه اني اتعلم واسوي اصوات اني بدون ما انتظر احد. فبالتالي اني هذا ضد مبدا التمثيل الصوتي، ما يصير اني اللي ابتكر الاصوات، لازم. صحيح. وساعدنا الاي اي همنا هو يعني يستخدموها دمر الدنيا. شنو تعليقك عن هذا الموضوع؟ والله هو يدمر الشخص اللي ما مكتفي بموهبته. يعني أنا كنرجس ما أريد أسوي أصوات ثانية، فيلا موجود الذكاء الاصطناعي خلي هو يسوي صوت الشايب. يعني أنا بالتالي إنسانة اتكالية راح أكون. بالتالي أنا خربت موهبتي، دمرت التمثيل الصوتي، ما نطيت الدوبلاج حقه. الشخص الكسول خلينا نقول راح يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهذا هو. بس اكو ناس لا، بدها تشتغل شغل حقيقي وبدها تسوي اصوات وحلو ماشي الموضوع وياهم، ما معتبرين الذكاء الاصطناعي موجود. وعلى فكره هذا الموضوع يعني ما اثر بس على المدبلجين، يعني اثر على الدنيا بشكل عام، المصورين، المخرجين، كل شيء الذكاء الاصطناعي دخل به. يعني ده مش خرب الدنيا بس هو اللي بقى يحب موهبته استمر بالموضوع وما ملتفت الموضوع الذكاء الاصطناعي. هسه نريد نسمعك شخصية، شنو الشخصية اللي تحبين انه تأدين الصوت مالتها؟ يمكن يكون طفل، بس شلون راح اجيب الصوت لانه اصلا بلاعيمي. بس نص ماكو، انا راح احكي وياك انت. كيفك؟ اوكي تمام. انتي شلونك؟ جاوبيني. جاوبيني. زين الحمد لله، انت شلونك؟ أنا الحمد لله زين. سأل عليك. أنا فرحانة إنه أنا جاية هنا. كل سعيدة إنه أنا شفتك، وسعيدة إنه أنا بمدينتي دا أكبر ودا أسوي لي اسم، وهذا فد شيء كلش فخر بالنسبة إلي. وشكرا لكم على هاي الاستضافة الجميلة. شكرا لك. أكيد. عفوا حبيبتي تدويني. حياتي عافية ما شاء الله، يعني رأسا غيرتي صوتك. خفت ما يطلع. لا لأنه هو يعني عندك خبرة، وهو يعني يوميا مو تسوين هذا متسجلين. الصوت اتعمد ابقي يوميا، يعني يومياً. حتى لو جمله جملتين اقول بيت احكي ويا ماما هذا الصوت وهي تقول لي لا تمثلين احكي وياي طبيعي. يعني يأثر إنه يوميا تأدين أصوات. هذا الصوت اتعمد حتى ما انسى، كلش احبه كلش، والناس كلش حبته وياي. يعني وما عندنا يعني أطفال يأدون الأصوات، هم هاي مشكلة. الكبار بعدين الاطفال. بالضبط. حياتي ست نجس، كلش شرفنا انه كنت ويانا اليوم. اذا عندك رساله شيء بالاخير تفضلي. شكرا لكم على الاستضافه، وشكرا لانه تلتفتون لهيجي مواهب وهيجي محتويات حلوه داخل كركوك. اكو هوايه عندنا احنا اصحاب محتوى بكركوك مظلومين امانه، يستحقون انه شويه يظهرون على التلفزيون. تعرفين التلفزيون يوصل صار لهوايه ناس. وبس شكرا حياتي. هلا بيش، نورتينا اليوم. شكرا قلبي. ان شاء الله نشوفك براتب على. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله قلبي. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا حبيبي. مشاهدينا الكرام، اتمنى انه استمتعتوا بفقراتنا اليوم في برنامج صباح الخير، القسم الاول والثاني ايضا. نلتقيكم في برنامج اخرى وحلقه اخرى. الى اللقاء.